اهلا وسهلا بيكم، انا فتاح وده الفاينل تيك. ايه ما فهمتش ايه ماشي دار التاني وكله ماشي صلانسي بس حضوره ليه جاي طول الليل كلك اي حاجه واستنى للفاينل تيك بس الدح يعلي زميلي فتوح يودي هيسمع دولي المجرم دوت مش محلي بس ستيل مأدي كل السم عندي وكلك اي حاجه واستنى للفاينل تيك. فاينل تيك النهارده عند اللونج ووك. الفيلم جميل جدا لانه بيرميك جوه الاحداث مره واحده. الفيلم بيتكلم اصلا عن 50 شاب هيفضلوا ماشيين الى ما لا نهايه لغايه ما يبقى واحد بس هو اللي ماشي. تخيل انت داخل مسابقه فيها 50 شخص، انت وال50 شخص دول هتفضلوا ماشيين في التراك لغايه ما يبقى واحد بس منكم، ولازم تحافظوا على سرعه 3 ميل في الساعه. لو حد سرعته قلت بياخد التيكت بتاعته بيخرج بره السباق. بس الوحيد اللي هيفضل مكمل وهيفضل للاخر وهيكسب يقدر يتمنى اي حاجه هو عايزها، اي حاجه اي حاجه اي حاجه. الفيلم متاخد من رواية The Long Walk، نفس اسم الفيلم، رواية كتبها ستيفن كينج تحت اسمه المستعار. في فروقات بسيطة ما بين الرواية والفيلم. في الرواية كانوا 100 شخص، في الفيلم هم 50 بس. في الرواية كانوا 40 ميل في الساعة، في الفيلم 3 بس. وفي الحالتين الرواية والفيلم النهايتين مش مرضية. الحاجات الكويسه قوي في الفيلم ان هو بيظهر لك كل واحد داخل السباق ليه. اللي داخل علشان يطلب فلوس، اللي داخل عشان يثبت ان هو احسن واحد في الناس دي كلها، واللي داخل فور فن، واللي داخل لاسباب سياسيه، واللي داخل لاسباب دينيه. Hey Hank, I'm sorry for busting your balls, man. I really am. الفيلم على قد ما هو موتر وبيخليك قاعد على اعصابك وعايز تعرف هل هو ده اللي هيكسب ولا ده ولا ده ولا ده، على قد ما هو في جانب انساني وبيخليك تشوف قد ايه فكره ان الاصدقاء حلوين مع بعضيهم. احنا اصدقاء صحاب، احبكم زي ما انا وانت كده صحاب. انت تخاف عليا انا اخاف عليك، انا اقول لك تعملش كده انت تقول لي تعملش كده، كلنا بنساعد بعضينا. وده اللي بيحصل في الفيلم عكس التوقعات. الناس بدل ما هي بتنافس بعضيها، في ناس منهم بتتحد، في ناس بتتحد ضد المتحدين. كل دي تفاصيل انا مش عايز احرقها، كل ده انا بديك بس نبذه عن الفكره العامه اللي في الفيلم. Our problem now is an epidemic of laziness. انا هنا مش جاي اتكلم عن برضو حلاوة اخراج ولا حلاوة تمثيل، على قد ما عايز ابين المجهود اللي اتبذل في الفيلم ده. الممثلين اللي في الفيلم ده، الكرو ده تعب جدا. كل يوم لمدة 5 اسابيع الكرو كامل كان بيمشي 15 ميل. 15 ميل دول يعني قد ايه؟ عشان احنا بنقيس بالكيلو مش بالميل في مصر. يعني 26 كيلو، يعني تقريبا كده من المعادي للشيخ زايد كل يوم ماشي في الشمس بالليل والصبح كل الاوقات. من المعادي للشيخ زايد ده كتير جدا. اداء تمثيلي من اغلب الممثلين كان مؤثر. مفيش اداء تمثيلي متفرد اقدر اقول عليه هو ده الاحسن او هو ده الاقوى، كلهم كانوا على نفس المستوى. اللي المفروض اكرهه كرهته واللي المفروض احبه حبيته. كل الممثلين في الفيلم عرفوا يقدموا المطلوب منهم بالظبط. انا حران قوي ليني كده ايه، كل حلقه كده مره صيفي مره شتوي، مره صيفي مره شتوي. الحلقه اللي جايه شتوي عشان دي كانت صيفي. بس تقول لي الحلقه اللي جايه تنزل امتى؟ فانا عندي ليك مفاجاه. يوم الاثنين اللي جاي ده هننزل برنامج جديد اسمه فاينل جيم. فاينل جيم هيبقى بينزل كل اثنين الساعه 8 برضه. بس في الفاينل جيم احنا في الاغلب مش هنتكلم كتير، هنبقى بنلعب اكتر. اكتب لي انت متحمس ولا لا للبرنامج الجديد. تكتب لي برضه ايه الالعاب اللي عايز نلعبها، عشان في فيديوهات هيبقى فيها الجيم بلاي كامل، وفيديوهات تانية بنزل كليبس من ابرز الحاجات اللي حصلت في اللعبه. الف يا غبي 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 يا غبي. خلاص هنا النهايه هقولها من غير حرق. النهايه من غير حرق نهايه غير مرضيه، نهايه وحشه جدا، نهايه وحشه قوي، نهايه وحشه جدا، ما عجبتنيش. حاسس ان انت بتستسهل، حاسس ان انت مره واحده رميتني. يعني زي ما انت رميتني في البدايه في نص الفيلم، شكرا جزيلا، حركه كويسه، بس انت رميتني في نهايه الفيلم برضه وما ودتنيش في حته. يعني هي مش نهايه مفتوحه مثلا فانت عجبتني، لا هي كانت نهايه غير مرضيه، نهايه غير مرضيه. دلوقتي انا هتكلم عن النهايه بحرق. ما ينفعش تبقى عملت كل ده في الفيلم، ما ينفعش بعد الناس اللي ماتت دي كلها انت قررت تعمل عكس المألوف. موتش بيتر وما بقتش عنصري وعملت عكس المألوف، بس انت عملتها باوحش طريقه ممكنه. جينا نمشي قالوا لنا نقعد، جينا نقعد شدوا الكراسي، ما بحبش الحاجات دي. لا انت قلت لي في الاول بيتر هيضحي علشان جاري، وقفنا وقلنا يا نهار ابيض هيعملوا المألوف، فراح قال لك لا ستوب مش هنعمل المألوف، جاري هو اللي هيضحي عشان بيتر. بس ايه الطريقه دي؟ قال له لا ما توقفش عشان خاطري، امشي انت. انا ايه ده؟ لا كان في طريقه احسن من كده بكتير. ليه قتل الراجل ومشي؟ طب مشي راح فين؟ طب مشي وصل لايه؟ طب هو خلاص كده محدش هيقتله هيموت. نهايه مش مرضيه بالنسبه لي، انا ما حسيتهاش، ما عجبتنيش، ما استلطفتهاش.
دي كانت فاينل تيك النهارده. اعمل لايك وشير وسبسكرايب واعمل كومنت قول لي انت هتقدر تمشي قد ايه في الوك دي، وبرضه ممكن تكتب كومنت تقول لي عايز العب لعبه ايه في فاينل جيم يوم الاثنين الساعه 8، وقول لي برضه ممكن اعمل فاينل تيك على فيلم ايه او مسلسل ايه يوم الخميس الساعه 8. ابدا تشوفني اثنين وخميس. انت لو حلاق هتتبسط موت، اتفرج عليها اثنين وخميس. تحيه الاسلام الحلاق.